ليفربول لن يكون قادرا على مجاراة العرض الذي قدم لمحمد صلاح، والذي يبلغ 65 مليون جنيه استرليني للانضمام إلى أحد أندية الدوري السعودي، ولكنه يمتلك الموارد لدفع راتب استثنائي يصل إلى 500 ألف جنيه استرليني أسبوعيا. هذا ما أكده خبير الشؤون المالية ستيفان بورسون في تصريحاته، حيث أوضح أن هناك فرصة قوية لأن ينتقل النجم محمد صلاح إلى منطقة الشرق الأوسط هذا الصيف. ليفربول يواجه حاليا خطر فقدان صلاح مجانا عند انتهاء عقده في انفيلد في يونيو 2025، ويسمح لصلاح البالغ من العمر 32 عاما بالتفاوض على اتفاق مسبق مع أندية أجنبية وسط استمرار التكهنات حول مستقبله. وفقا للتقارير، يسعى المسؤولون السعوديون لإغراء صلاح بترك ليفربول من خلال تقديم عرض مذهل بقيمة 65 مليون جنيه استرليني لمدة موسمين مع ربط اسمه بالانتقال إلى الهلال. بورسون أشار إلى أنه من المفاجئ أن ليفربول لم يعرض على النجم المصري صفقة ضخمة للبقاء مع الفريق. وقال بورسون: من المؤكد أن ليفربول لن يكون قادرا على مجاراة هذه الشروط، ولا أزال أرى أنه من المفاجئ أن ليفربول لم يحسم هذا الأمر بعد. وأضاف: حتى لو كانت صفقة لمدة عامين بقيمة 25 مليون جنيه استرليني سنويا في السياق العام، أعتقد أن ذلك سيكون منطقيا بالنسبة لليفربول بالنظر إلى مستوى لياقته البدنية، ربما مع شرط خاص في حال تراجعت لياقته، ولكن هذا الاحتمال يبدو غير مرجح لأنه يبدو لاعبا قادرا على الأداء على أعلى مستوى خلال الموسمين المقبلين. ومن المفاجئ أن ليفربول لم يتخذ هذه الخطوة ويدرك ذلك، ولكن من الواضح أنهم لم يفعلوا، وبالتالي أصبح النادي معرضا لخطر رحيله. واختتم بورسون: أعتقد أن هناك احتمالا قويا بأنه يغادر في نهاية هذا الموسم ويقبل العرض السعودي ليصبح أكثر ثراء مما هو عليه الآن.